أهلا وسهلا. كنت بقرأ في سورة المؤمنون النهاردة واستوقفتني الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قريتها كتير جدا لكن وقفت النهاردة عند كلمة وهو يجير. ركز فيها كده، يعني إيه يجير؟ يعني هو اللي لما تلجأ له هو اللي قادر إن هو يخرجك من اللي أنت فيه أو يديلك اللي أنت بتسأل عليه. هو اللي يقدر يجيرك، هو اللي يقدر يجيرك، هو اللي يقدر ينقذك ويخرجك من المحنة اللي انت فيها. اقرا الآية تاني كده: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يعني ايه لا يجار عليه؟ يعني لو انت استنصرت بربنا محدش يقدر يستنصر عليك. لو انت استنصرت بربنا وربنا نصرك محدش يقدر يستنصر عليك. وهو يجير ولا يجار عليه، يعني انت لو احتميت بيه وقبلك وحد تاني بقى حاول ان هو يجي عليك مش هيعرف. ليه؟ لان ربنا لا يجار عليه. ولو ربنا اجارك وقف معاك وساعدك، مين اللي هيقدر يجي عليه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. شكرا جزيلا ونراكم على خير.